يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل اكله في حله واحده ونحطها في الصينيه، سهله كلها غذاء وفيتامينات. والناس اللي عندها مشروم مش عارفه تعمل فيه ايه، تعالى اقولك طريقه حلوه. هنعمل رز وهنعمل كوسه باللحمه المفرومه والمشروم، واكله حلوه جدا هتعجبكم. لايك بقى وشير الفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. واهلا وسهلا باي حد جديد في قناتي، متشرفة طبعا بيكو. قناتي بتكبر بيكو انتوا طبعا، وبتعليقاتكم الحلوة الإيجابية اللي بتديني دايما الطاقة. يلا بقى نسمي الله ونشوف مقاديرنا ونشوف مع بعض ايه اللي هنعمله. ولو عايزة تعرفي حفظ المشروم هقولك برضو عليه هتعمليه ازاي. اول كده حاجة معايا، انا حطيت سمنة وحطيت اللحمة. دي نص كيلو لحمة مفرومة. ولو كانت اللحمة متجمدة وعايزاها تفك، ما عندكيش ميكرويف، هتحطيها وتغطيها وتوطي عليها خالص، وتحطي لها معلقتين مية بالظبط، وتحطي عليها شوية ملح، وهتسيبيها شوية وترجعي كل شوية تقلبيها هتفك. التوابل معايا ملح وفلفل، بهارات بابريكا، ورق لورا، ومعايا بهارات شاورما. اقول لكم تاني: ملح وفلفل، بابريكا، بهارات لحمة، فلفل اسود، ورق لورا، وبهارات شاورما. انا المرة دي ما حطيتش بصل ولا توم باودر، عشان احنا كده كده هنحط اصلا بصل وتوم فريش. انا بحب ادي اللحمة تشويحة كده الاول، عشان لو فيها دم ولا اي حاجة يروح منها يعني وكده. بحب كمان احط لها التوابل الاول وافضل اقلب فيها وبعدين احط البصل. عايزه تعكسي براحتك. بصوا بقى، انا معايا بصل اهو، معايا توم بوريهولكوا هفرمه في الكبه فريش، وهرجع لكم تاني. خلاص بقى عصقنا اللحمه، معايا بقى المشروم ومعايا الكوسه اهو. انا بصراحه ما بحبش المشروم العلب، ما بحبوش خالص بصراحه، طعمه بيبقى غريب قوي، ما بحبش اعمله. زي ما قلت لكم بقى، انا غسلت الكوسه غسله كويسه قوي وقطعتها والعنقود بتاعها يعني، وبعملها كده بالمقشاط. عايزه تعمليها عادل، عايزه تعمليها معوج براحتك. بالنسبه للمشروم، انا عملته قبل كده معاكم كذا مره، انا بحبه وبعمله كتير جدا في اكلاتي، ان المشروم من الحاجات المغذيه. آه معلش سامحوني. وعملت لكم طريقه الحفظ بتاعته ولو انت مش عايزه تحفظيه في التلاجة، انا بشوحه بمعلقه سمنه وبحط ملح وفلفل. بوريكم الكوسه ان انا بعمل يعني، لو عايزه عادل او معوج بوريكم الناحيتين. لو انت عايزه تحفظيه في الفريزر زي ما قلتلك، اللهم صل على النبي، حطي شوحيه في سمنه وملح وفلفل من غير ميه ولا اي حاجه، يتشوح تشويحه، وبعدين بشيله في علبه في الفريزر. ولما بعوز اعمله بطلعه، بس بطلعه على اخر حاجة، يعني دوبك هتحطيه على النار ما تسيبيهوش يفك. بصوا بوريكم، لو انت عايزة تعملي الكوسة مثلا زي سمبوكسات كده، بتعمليها الاول بعوجة وترجعي تعملي فيها وتعمليها عوجة الناحية التانية، تروح عاملالك الشكل ده. هغسلها بقى تاني ونرجع نقطعها مع بعض. معايا بقى الكوسة. طبعا انا غسلتها الاول كويس جدا عشان بيبقى فيها رمل، قبل ما تقطعيها خالص، ولا تقطعي العنقود بتاعها ولا اي حاجة. و بعدين بقى عملتها وبقطعها كده التقطيعة دي اهي. حابة تقطعيها صوابع، حتى تقطعيها حلقات عادية، يعني اللي انتي حابة اعمليه. انا بوريكي الطريقة دي احلى وشكلها كمان احلى. وكمان لما بتعملي حركة اللي انتي بتعمليه بالمقشاط كده الكوسة، فبتبقى حلوة، شكلها حلو، بتدي شكل حلو
للكوسة، خصوصا لو عندك عزومة ولا حاجة وهتعمليها محشية او حاجة، فبيبقى شكلها حلو. ما تقطعيش الكوسة رفيعة، قطعيها وسط، ولا تخينة ولا رفيعة، عشان تتحمل معاكي السوا وتتحمل كمان دخولها الفرن. كوسة من الحاجات اللي حلوة جدا، مغذية جدا، والألياف اللي فيها حلوة، خصوصا لو بتشتكي من حاجة في المعدة، وخصوصا لمرضى القلب وكده. والكوسة من الحاجات الخضار المغذي اللي هو أصلا كلها فيتامينات. وكمان الناس اللي بتعمل دايت وكده حلوة جدا. انا طبعا طول ما انا بعمل دايت الكوسة دي ما بتتقطعش من عندي. انا بصراحة بحبها بكل حاجة يعني. وكمان وجبة مشبعة بصراحة في الدايت، يعني لو بتعملي خضار سوتيه او حاجة بتبقى حلوة قوي في السوتيه. هخلص بقى تقطيعها ونيجي نقطع المشروم مع بعض. قطعتها اهو. تعالوا بقى نقطع المشروم. بصراحة انا بالنسبة لي الفريش ده احسن مليون مرة. هقولكوا كده سريعا واحنا بنقطعه ونحفظه ازاي. في التلاجة وفي الفريزر زي ما انتي حابة اعمليه. الفريزر بنشوحه في شوية معلقة سمنة، يعني حسب الكمية، وبتحطي ملح وفلفل وتحطيه في الفريزر وتطلعيه عند اللزوم، ما تسيبيهوش يفك، تروحي حطاه على النار على طول. طيب انا عايزة احطه في التلاجة واحتفظ بيه مثلا لمدة شهر. هتغلي مية وتسيبيها تبرد، وبعد ما تسيبيها تبرد هتحطي فيها ملح، وهتحطي فيها معلقة سكر، وهتحطي ورق لورا مادة حافظة وتحطيه في التلاجة. مش حابة ورق لورا براحتك، حطي السكر وحطي الملح وخلاص. هيقعد معاكي فترة كبيرة في التلاجة، بس تحطيه في حاجة محكمة علشان خاطر ما يحصلش فيه عفن او اي حاجة. ويستحسن كمان لو عاملاه برطمان هتحطي فوق الوش معلقة زيت. بصوا انا بقطعه كده، ما تقطعيهوش رفيع، لان المشروم ما بيستوي اصلا عامل زي السفنج، اما بيستوي اصلا بيكش كده ومبيبقاش فيه اي حاجه. فلازم تخلي المشروم تخير، ما تخليهوش رفيع. زي ما انتوا شايفين، بصوا هو كبير ما شاء الله، وانا بقطعه على 3 حاجات يعني. سهل جدا في تقطيعه. ما اخدش معايا وقت خالص. طبعا المشروم ده ممكن تعملي مكرونه بالكريمه، تعملي حطيه في طاجن جمبري، تعملي مثلا الاكله دي اللي احنا عملناها. بصراحه المشروم ليه اكلات كتير جدا، وانا يمكن عملت معاكم تشويه كده مع اللحمه المشويه، انا عملته برضه قبل كده. تحطيه في كفته مشويه لو عامله صينيه. يعني ليه استخدامات كتيره جدا ومفيد قوي. خلاص بقى قطعنا المشروم وقطعنا الكوسه، وسيبنا اللحمه ان هي تتشوح كويس وخلاص، وحطينا البصل. في الوصفة دي انا حطيت بصلتين حلوين على نص كيلو لحمة، ممكن يكونوا كتير شوية بس انا متعمدة اعمل كده علشان الصينية طبعا تبقى طعمها حلو. انا في العادي بحط بصلاية واحدة كبيرة، لكن عشان انا عاملة عشان الكوسة، وكمان المفروض الكوسة يتحط لها بصلة، فانا حطيت البصلتين في اللحمة وهقلبهم على بعضيهم، بدل ما اقعد احمر اللحمة لوحديها والكوسة لوحديها والمشروم لوحده، وناخد سمنة في كل الحاجات دي، فطبعا هتبقى تقيلة جدا. والواحد يعني بيحاول يقلل من السمنة، فما تعملوش كده يعني. طبعا الكوسة ما بتتشوح بتبقى طعمها حلو وكل حاجة، بس الواحد بيحاول يخفف من الاكل. هحط كده ورقتين ماجي كمان. احنا طبعا حاطين توابل حلوة في اللحمة، بس لو عايزة تزودي براحتك، بس انا بالنسبة لي كفاية قوي يعني. مظبطة الملح وكل حاجة، وحاطة الفلفل الاسود والتوابل وكده، فمش محتاجة احط تاني. هديها برضو تقليبة كده حلوة وخفيفة. وممكن لو انتي كمان بتعملي دايت ممكن تعمليها تبقى حلوة، بس تقللي بقى القوطة على قد ما تقدري، عشان الدايت ما ينفعش تحطي فيها قوطة كتير ولا سمنة كتير. ممكن تديها تشويح على اللحمة على النار من غير سمنة لو بتعملي دايت، وتحطي الكوسة وتدخليها الفرن كده وخلاص تبقى حلوة. تحطي طماطمية واحدة
ممكن تحطيها في صينية او ورقة فويل بورقة زبدة، وتحطي معاها مثلا فراخ او لحمة وتعمليها، تبقى حاجة خفيفة وما فيهاش نسبة دسم جامد. بصوا بقى، الكوسة اتشوحت كويس، بس انا لقيت الجريل، الوok قصدي، تصغنن عليهم فحطيته في الاكبر. بصراحة انا بحب اعمل الاكل هنا قوي، بجد بيريحني اكني بعمله في حلة، لانها غويطة. الوok بجد اختراع حلو جدا، انا بحب اعمل فيه كل الاكل. لو تلاحظوا ان انا دايما بعمل فيه كل الحاجات دي. ويبقى قطعت المشروم وحطيته كده عليه. طبعا زي ما قلت لكم، انا مش حابه اشوح المشروم لوحده والكوسه لوحديها واللحمه لوحديها، عشان ما نفضلش ناخد في سمنه في كل حاجه من الحاجات دي، هتبقى تقيله جدا. وخصوصا ان المشروم بيمتص السمنه بطريقه غير عاديه. بعد ما بيستوي بيرجع تاني، يعني بيعمل السمنه، بس خلاص بيكون شرب السمنه. وفرمت كمان بقى فلفل كده وهحطه. وزي ما قلت لكم، لو بتعملي دايت عايزه تحطي كل ده كده وتحطي شويه زيت زيتون، او تكتفي بالدسم اللي في اللحمه. انا عندي لحمه ما فيهاش دسم خالص، عشان كده حطيت معلقه السمنه. لكن انا يعتبر يعني عملت كله بالمعلقه السمنه بتاعه اللحمه دي، ما عملتش سمنه تاني. انتي بقى حابه تحطي، تشوحي الكوسه الاول وبعدين تعملي اللحمه، يعني زي ما انتوا حابين اعملوا، بس الطريقه دي حلوه. ولازم اللحمه هي اللي تتعمل الاول. ويعني صحيا واختصارا للسمنه ولكل حاجه، اعملي حاولي تقللي زي ما قلتلك السمنه في الاكل. ويا جماعة، لو انت عندك مقدرة حاولي تطبخي بسمنة بلدي او زيت زيتون، هما دول اكتر حاجة صحيين. اما الزيت الذرة والعباد والحاجات اللي هي السمنة المهدرجة والحاجات دي، العلب دي، الحاجات دي كلها مش صحية خالص. فانت لو عندك امكانيات يا ريت، يعني تحطي سمنة بلدي، تقللي على قد ما تقدري، او زيت زيتون، هما دول اكتر حاجة صحية. المهم انا قلبتهم كده زي ما انتم شايفين تشويحة حلوة، وهسيبهم برضو شوية كده وارجع لكم تاني. واخر بقى حاجة معايا، هحط الطماطم كده. على فكرة يا جماعة، انت ممكن متحطيش الطماطم، وممكن تحطي زي ما انت حابة، وممكن تحطي معاها كريمة، تعملي لها كريمة لباني. ممكن تعملي كده وتحطي نسبة قوطة قليلة وتعملي مكرونة بشاميل، قصدي حطي لها يعني سوري بشاميل، تحطيها في صينية وتحطي لها بشاميل من فوق الوش، هتبقى حلوة جدا. مش حابة البشاميل، ممكن تحطي جبنة موتزاريلا فوق الوش. يعني بصوا، في كذا طريقة على اللي انا عاملاها دي، يعني ممكن تغيري لو انت مثلا مش حابة. في ناس ما بتحبش تحط طماطم كتير، يعني زي ما انت حابة اعملي. زي ما قلت لكم، مش عايزين طماطم هتحطوا، هتعملوها كده. حابة تحطي طماطم قليلة وبعدين تعملي لها بشاميل وتحطيها فوق الوش، براحتك. حابة تعمليها زي تمام. حابة، انا بقول لكم كل الافكار. حابة ان انت تحط لها مثلا جبنه موتزاريلا فوق الوش، ممكن تحطي معاها زيتون. يعني بصي، فلفل الوان، ممكن تبتكري اي حاجه يعني زي ما انتوا حابين. انا اديت كل الافكار. انا دلوقتي طبعا ما فيش غطا للوك ده، فطبعا اي حاجه عندي صينيه ملهاش غطا، بحط لها ورقه الفويل كده واسيبها تستوي بيها. هسيبها بس لمده ربع ساعه، الكوسه بس يا دوبك تاخد نص سوا كده، وهندخلها الفرن. هسيبها بس تستوي. خلاص بقى، هي استوت اهي، هنحطها في البايركس ده. ما تركزوش معايا، انا كنت بقى قلبة المطبخ وبعمل حاجات تانية، مطلعه لحمه بقطعها. وبصوا، كان عندي احتفالات كده مع نفسي. انا دايما بحب ايه، لو بعمل اكله سريعه مثلا زي دي، بالنسبه لي انا اكله سريعه ما خدتش معايا نص ساعه، تلاقوني كده طلعت لحمه ولا كبده ولا اي حاجه واروح متبلاها او فراخ لتاني يوم. فيعني ما تركزوش معايا. بس كده اهو، هدخلها بقى الفرن. والرز كمان خلاص، هي مش هتدخل الفرن، هي تدخل الشواية بس. تعالوا بقى نعمل الرز.
هحمر الشعرية، حطيت سمنة، حطيت معلقة زيت كده واحدة بس معاها، واحمر الشعرية. الشعرية اتحمرت. شعرية الرز ما بتبقاش غامقة، وحطينا الرز. الشعرية لازم يبقى لونها دهبي عشان ما تغمقش الرز معاكي. الشعرية بتاعة الشوربة هي اللي تغمقيها، عشان كده كده هتفتحها معاكي اول لسان عصفور. لكن بتاعة الرز لازم تبقى لونها ذهبي كده غامق شوية، عشان تاخد كمان. يعني اعملي حسابك ان انتي هتشوحي الرز معاها. هحط كده ورقتين ماجي، اي بقى حاجة انت عندك، كنور، ماجي، باين فوق اللي انت حابة يعني بتستعمليه حطيه. انا بصراحة ما اعرفش اعمل رز من غير ما احط ماجي او كنور او اي حاجة من الحاجات دي. بحط ملح كده. عندك شوربة هتسقيها، ما عندكيش هتحطي مية عادي. بديها برضو تشويحة جامد الرز. لو انتي مش حابة تشوحي الرز برضو براحتك، بس والله حلو بيفرق جدا في الطعم. وكمان لما بتيجي تشوحيه بيتغلف بالسمنة وما بيعجنش معاكي، للناس المبتدئة اللي مبتعرفش تعمل الرز. وطبعا الرز المصري بياخد كوباية مية مع كوباية الرز. البسمتي لو منقوع هتحطي كوباية ونص، لو مش نقعاه هتحطي كوبايتين مية. هنحط كده المية يدوبك المية تغطي الرز بس عشان ما يعجنش منك. ما تكتريش المية في الرز عشان ما يعجنش منك. هيغلي غلوة وبعدين هوطي عليه. لما يبقى فيه نسبة مية بسيطة قوي هحطه على العين الصغيرة واسيبه. وبعد 10 دقايق لو الرز بياخد معاكي مية هتحطيله مثلا نص كوباية مية تاني. ما كانش كده خلاص حطيتها في الشواية. اخدت 10 دقايق في الشواية. طبعا دي كوسة ما ينفعش تسيبيها كتير تنشف. انا بس يا دوبك اخدت وش معايا. والرز الحلو بتاعنا اهو الحمد لله مش معجن ولا اي حاجة. آه الكوسة ما خدتش اي سوا زي ما قلت لكم، والله ما فيها دسم خالص، لانها تعتبر كلها معمولة بمعلقة سمنة حلوة كده وخلاص. وبقى كل حاجة مع بعضيها. يعني دوبك السمنة طبعا سوت المشروم والكوسة واللحمة وكده، فكده ما فيهاش اي دسم، خفيفة وحلوة وطعمها كان تحفة بجد. واللي ما بيحبش المشروم خلاص اعمليها من غيرها. ممكن تحطي اي حاجة تانية انت حابة من الخضر. يا رب النهارده الطريقه تكون عجبتكم. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصل لكم كل جديد مني. واقول لكم سلام عليكم. يا رب تكونوا استفدتوا باي معلومه حتى لو صغيره من الفيديو.